للوقت اللي احنا فيه والأوقات اللي احنا بنعدي فيها دلوقتي. أنا عايز حاجة ألمسها معاك النهاردة في اسم الرب يسوع، حاجة أشوفك بيها من خلال الحياة اللي احنا عايشينها. يمكن بنعدي في حياة مش فاهمين ايه اللي بيحصل فيها. وانا عايز اقول لكم يمكن في فصل في الكتاب في سفر الملوك الثاني واصحاح 2 ابتداء من عدد 19. هاخد معاكم جزء في الشاهد ده. ملوك الثاني تعالوا نقرأ مع بعض الكلمات دي. وقال رجال المدينة لأليشع، قولوا معايا: هوذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مجدبة. كان الحل في عدد 20 يقول كده: فقال ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا فأتوه به. كانت النتيجة: فخرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال: هكذا قال الرب، قد، قولوا معايا، أبرأت هذه المياه، لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب. أبرئت هذه المياه. يمكن الشاهد ده كان واخد فكر الوقت اللي فات في مقارنة هنا أو في جزئين. الجزء الأولاني لما يقول لك كده عن قال رجال المدينة لأليشع: هوذا موقع، قولوا معايا كده، المدينة ماله؟ حسن. يعني موقع المدينة كويسة جدا كشكل، كمكان، كمكانة، كاقتصاد، ايا كان ايه، موقع المدينة حسن جدا، ده كويس قوي. لكن فيها مشكلة، المية اللي فيها مالها؟ ردية، والأرض مالها؟ مجدبة. ففي مشكلة كبيرة قوي لما يكون الشكل كويس بس نبع الحياة بايظ أو في مشكلة. في مشكلة أنا عايز أقولها لكم من خلال الكتاب، يعني عايز أقولها لكم من خلال الفكرة اللي عايز يقولها، يعني أو من خلال الشخصيات. إن مرات كتيرة من بنعدي في وقت بنكون فيه مش حقيقيين. يمكن يكون الشكل كويس جدا، أنا بكلم نفسي، يكون الشكل ممكن يكون كويس، الطريقة تبقى كويس، المنظر يبقى كويس، بس في نبع مشدب، نبع المية مرة. من كام اسبوع كده كنت اصحى الصبح الاقي بقي مر، وبعدين اسال يعني في حاسس بمراره بقي، فايه؟ قالوا 100% بتشرب ميه قليله، او مثلا في ده خلي بالك ممكن يكون استعداد للسكر مثلا، الجزء اللي هو يكون عندك استعداد يبقى عندك سكر. انا ما عنديش سكر، فانت فاهميني. قعدت ابحث ايه ده الموضوع بقى. الموضوع ممكن لو في مراره تبقى مشكله. المراره دي بتكون جايه منين؟ قول معايا كده: مش من بقي، امال جايه منين؟ من جوه. انتوا واخدين بالكم معايا؟ فانا عايز اقول في مرات كتيره بيبقى الشكل الجمالي كويس بس في نبع من جوه صعب جدا. لما بتكلم في الكتاب عن الموضوع ده هو لقيت ان الحل قالوا أليشع. ايه الحل؟ قال: انا عايز، قولوا معايا كده، صحن جديد وعايزكم تحطوا فيه ملح. طب راح فين؟ يلا كده خدوا بالكم في العدد مهم جدا. يقول: فخرج الى، مش حاطه في الميه. انتوا عارفين، واخد بالكم معايا، في ميه، اعتبروا معايا مثلا في نهر كده او في مجرى ميه، فما حطهاش في الميه. اما يقول لك ايه؟ ذهب الى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال، انا ركزوا معايا كده، وقال، لا انا عايزكم تقولوا ورايا، وقال. أليشع قال كده، قال ايه بقى؟ هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه، لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب. ايه الكلام ده يعني؟ الحياة لما تبقى فيها مش قادر أكون فرحان بجد، مش قادر أكون مليان بجد،
مش قادر اكون حاسس ان رب قريب مني بجد. حاسس ان ممكن اوقات عاديه بتعدي في حياتي، ترنيمه، يمكن بروح الكنيسه، يمكن رحت اوكي، اعتذرت اوكي، مفيش مشكله. العلاقه القويه بيني وبين هي وقت ممكن باخد اصلي او ما بصليش. لو سالت اسئله كده عابره ملهاش اي مغزى. كم واحد فينا مش بيصلي في البيت؟ كم واحد فينا ليه فتره ما بيقراش في الكتاب المقدس؟ كم واحد فينا يعني في حاجات بيتنازل عنها، في تنازلات في حياته؟ اذا كانت التنازلات دي ايا كان نوعها ايه، يمكن حاجه معينه، اي كانت التنازلات دي ايه هي؟ الحياه المسيحيه هي محتاجه شيء مهم جدا، ان الارض بتاعتك تبقى موقعها كويس، وكمان النبع بتاعها يكون كويس وصحيح، ما يكونش فيه موت، ما يكونش فيه موت.